السلام عليكم، مساء الفل ومساء الياسمين. مساءكم معطر ان شاء الله بذكر الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل الكفته اللذيذه دي، جميله وطريه، بدون فول صويا، بدون بقسماط، بدون اي خزعبلات يعني. المقادير البسيطه بامر الله زي ما انا عودتكم. تمام. مع ورق العنب بقى بجد كفته عسل عسل عسل. كفته الفراخ دي مفيش احلى منها ولا في طراوتها، وهتشوفوني في الاخر وانا بقطعها وهتشوفوا قدامكم عامله ازاي. هنجيب ربع كيلو من الصدور، ربع كيلو من صدور زي ما انتوا شايفين كده، مخليه ومفيهاش اي حاجه. ربع كيلو صدور طبعا هيكلفك يعني مش كتير. هنبتدي ننزل بيه في الكبه ونفرمها فرمه محترمه كده يعني. عايز تفرم نص فرمه برضه مفيش مشكله، مش هيحصل اي حاجه لان الفراخ سهله ان هي تتفرم في البيت. جايبين ربع كيلو من الفراخ وفرمناه من صدور الفراخ او البانيه. وهنبتدي هنا في نفس الكبه كده هنجيب بصلايه متوسطه او كبيره او بصلتين صغيرين زي ما انا هعمل. انا جبت بصلتين فوق الصغير بشويه، يعني بين المتوسط والصغير، يعني على الاقل لو انت عندك بصلايه كبيره شويه اعمليها. تمام كده، تمام، ماشيين مع بعض واحده واحده. هنفرم البصله فرم كويس حلو، مش هنفرمها نص فرمه، لازم تتفرم زي ما حضراتكم كده شايفين، الفرمه تكون محترمه. نروح كده على جنب ونجيب الحاجه الثالثه معانا هنا. كوبايه من الميه، ومعانا نص رغيف عيش نص رغيف عيش. هيتنقع لمده دقيقه واحده، مش هيتنقع يا جماعه اكتر من كده. ليه؟ وهقولك ليه واحنا شغالين. معانا عقبال ما حطيت كده المقادير كده مع بعضها، حطيت معلقه من الملح، شويه كمون، شويه فلفل، ولو عندك هريسه شطه حطي. هنا انا ما حطيتش اي حاجه تانية غير بهارات الفراخ. والمكون السحر الفظيع بجد الجميل، معلقتين من النشا ممسوحين، معلقتين من النشا ممسوحين. صفيت العيش وحطيته، وشويه بقدونس ما يكونش فيه عيدان. ليه هنا العيش قلت لك يتنقع دقيقه واحده، ونص معلقه من البيكنج باودر. تمام كده كل المقادير. ليه احنا قلنا كمان العيش لازم يكون ناشف شويه، علشان لو هو طرى هتطري معاكي العجينه وهتبقى سايحه في ايديكي شويه. وفي الحاله دي ما تقولوش ان هو باظ، هقولك تعملي ايه. لو تلاقيتيه سايح منك شويه هتحطي له معلقتين دقيق او معلقتين بقسماط. بيتهيالي كده احنا وصلنا لكل حاجه ممكن تفك منك فيها. هي كده مش هتفك منك ابدا، بس زي ما انا بقولك نصيحه صغيره، العيش لازم يكون ناشف شويه مش مبلول قوي. لو مبلول قوي كملي بشويه بقسماط او بشويه دقيق تلمي معاه من العجينه. لازم العجينه تكون ناشفه شويه صغيرين، لان دي كفته يا جماعه. هنا هصبع بميه مش بزيت. لو انتي في الاول عملت البصل وطلع شويه ميه يبقوا حلوين جدا، صبعي بيهم. ميه البصل صبعي بيها هتدي برضو طعم لذيذ، والبيكنج باودر هيديها نفشه حلوه ما يخليهاش تخس كتير، والنشا هيديها طراوه رهيبه رهيبه رهيبه. كده انا قلت لك الاسباب كلها اللي احنا هنحطه في كفتة الفراخ. طبعا عمل معايا اكتر من 15 واحد، بس طبعا كبار جدا، وحطيتهم في الفريزر يمسكوا نفسهم شوية. ويلا بينا نحمرها ونشوف هنحمرها ازاي. نسبة من الزيت، شايفين النسبة قد ايه هحمر فيها. طبعا الفراخ ما بتبقاش محمرة قوي زي كفتة اللحمة. على نار هادية كده، وهبتدي اخلص واحدة واحدة. حمرت اهو زي ما حضراتكم شايفين. ولو وصلتوا لهنا ما تنسونيش في تعليق حلو واعجاب للفيديو ان شاء الله لو كان عجبكم، وانا متاكده ان شاء الله ان هو هيعجبكم. وتعليق حلو منكم كده شجعوني فيه، عشان انا بتشجع فعلا بارائكم. ولو حتى اراء سلبيه انا متقبلاها ان شاء الله. بصوا الكفته طريه رهيبه. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجد بربع كيلو عملت حبه كتار جدا. هنا مع ورق العنب بقى شكلها بصراحه جميل جدا. شوفوا تعالى نفتحها من جوه ونشوف من جوه عامله ازاي. بصوا الطراوه، عايزه اوريك الطراوه بتاعتها، مفيش احلى من كده بصراحه، وسهله وبسيطه ومقادير وهميه. يا رب اكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.